اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات فوازير ومنين يا بلدينا واحنا بلدنا. والمفروض تقولوا لنا اسم المحافظه اللي احنا بنتكلم عنها. محافظتنا اللي بنتكلم عنها النهارده هي محافظه تقع شمال محافظه القاهره في جنوب دلتا نهر النيل، وهي من المحافظات اللي لعبت التاريخ والجغرافيا دور هام جدا في خلق شخصيه مميزه لهذه المحافظه. بيرجع سبب تسمية محافظتنا باسمها الحالي إلى عاصمتها الأولى مدينة منوف. ومدينة منوف هي مدينة مصرية قديمة كان بيطلق عليها اسم بيردوب أي بيت الذهب، وده لوجود مراكب الذهب فيها. وفي العصور القبطية أصبح اسمها بانو فيس، وبعد الفتح الإسلامي حصل تبديل لحرف الباء بالميم وأصبح اسمها بانو فيس. ومع مرور الوقت والزمن تم تحريف الاسم وتحويله إلى منوف، وظلت منوف عاصمة لإقليم محافظتنا منذ الفتح الإسلامي وحتى سنة 1826 لما قرر محمد علي باشا بتغيير العاصمة من منوف إلى العاصمة الحالية. وكفاية أنا قلت لكم العاصمة الأولى، انتوا بقى اعرفوا العاصمة الحالية وقولوا لي اسم المحافظة ايه. ومع العصر الروماني لمحافظتنا تم تقسيمها إلى وحدتين إداريتين وأطلق عليهم كونيو وتو، وظل هذا التقسيم مستمر حتى العصر الفاطمي، ولكن تم تغيير اسمهم إلى منوف العليا ومنوف السفلى. وفي عصر الدولة المملوكية قام الملك الناصر محمد بن قلاوون بضم منوف العليا ومنوف السفلى لتصبح أعمال اسم محافظتنا اللي احنا بنسأل عنه. وتوالت بعد كده المسميات من ولاية إلى مأمورية إلى مديرية حتى أصبحت محافظة رسميا في ستينيات القرن الماضي. أما عن الدور التاريخي لمحافظتنا فبتذكر الروايات أن مدينة الشهداء الموجودة في شمال محافظتنا بيرجع سبب تسميتها بهذا الاسم إلى معركة الشهداء، والتي استشهد فيها محمد ابن الفضل ابن عباس ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد كان أميرا لإحدى قوات الجيوش الإسلامي التي تتولى طرد البيزنطيين للمرة الثانية بعد الفتنة التي دارت في مصر عقب مقتل الخليفة عثمان بن عفان. فحاول بعض فلول البيزنطيين بالفرض السيطرة وإعادة مصر مرة أخرى إلى الولاية البيزنطية، واستشهد عدد كبير من الصحابة وأهالي محافظتنا. ويذكر لنا التاريخ دور محافظتنا أثناء الحملة الفرنسية على مصر، فقد دارت العديد من المعارك ما بين أهالي محافظتنا والجيش الفرنسي، وكانت سبب في تعطيل الزحف الجيش الفرنسي إلى القاهرة بتهديد المواصلات. وأكثر المعارك شراسة كانت معركة غمرين في أغسطس سنة 1798، مما اضطر نابليون إلى عمل أسطول مسلح بالمدافع على النيل للحراسة وإقامة عدة حصون. ورغم ذلك هاجم الأهالي الجنرال دو مارتن قائد المدفعية وقتلوه هو و14 من الجنود سنة 1799. بتحتفل محافظتنا في 13 يونيو من كل عام بالعيد القومي ليها، وهو اليوم اللي بيواكب ذكرى حادثة دنشواي. ففي 13 يونيو سنة 1906 بيأتي إلى قرية دنشواي مجموعة من الضباط الإنجليز للصيد، وإذ برصاصة بتحرق إحدى أجران القبر وتصاب زوجة مؤذن القرية، مما أدى إلى غضب أهل القرية واندفعوا نحو الجنود الإنجليز. فبزعوا الجنود الإنجليز وأخذوا في الجري لمسافة تصل إلى حوالي 8 كيلومترات، وأصيب أحدهم بضربة شمس ومات، فصار صقر للاستعمار. وتم القبض على عدد كبير من أهالي محافظتنا، وبعد محاكمة سورية تم صدور حكم الإعدام على 4، وصدرت أحكام مختلفة على الباقيين سواء بالسجن أو بالجلد أو بالأشغال الشاقة. بتبلغ مساحة محافظتنا حوالي 2543 كيلومتر مربع، موزعة على 10 مدن، 9 مراكز، 70 وحدة محلية، عدد سكانها حوالي 4,800,000 نسمة. أما بقى عن أهم المعالم السياحية اللي موجودة في محافظتنا فهنلاقي مسجد العباسي، مسجد سيدي شبل الأسود، قصر الخليل الجزار، برج محافظتنا السياحي، ومتحف دنشواي. كلمة وقالها فيلسوف: اللي يلف الدنيا يشوف. يا ترى كنا فين النهارده؟